روتين ليلي يناسبك أثناء ليلتك. زي ما عندنا روتين صباحي، عندنا روتين العبادات بتاعتنا، برضو عندنا روتين ليلي مسائي هيساعدك قوي 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 طول النهار. يلا بينا نشوف ايه هو روتيننا. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل ستاتي وأماراتي وبناتي الحلوين، يا رب دايما تكونوا بخير. صلي على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحط لايك الجميل، ونخش بإيدنا اليمين، وسبسكرايب جميل طبعا، تنوروني وتشرفوني. بصي يا حبايبي، زي ما احنا بالظبط كده بنرتب حياتنا وعندنا روتيناتنا الجميلة. طبعا كل حاجة روتين الصباح، روتين الصباح، روتين الصباح، وزي ما في روتين صباح في روتين مساء. ايه رأيكم بقى؟ الروتين المسائي برضو ضروري قوي قوي للست. ده طبعا من ضمن تخطيطاتك لطول اليوم بتاعك، لل 1441 دقيقة بتوع بنك الحياة اللي ربنا اداهم لنا نستغلهم كل يوم. طبعا احنا اتكلمنا عن الروتين الصباحي، واتكلمنا عن روتين العبادات بتاعتنا. طبعا كل ده بيبدأ من صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر، لو انت مش بتقدري تصلي الفجر، بس يا ريت كلنا ان شاء الله نقدر نصلي الفجر. وعرفنا طبعا كل يوم بنعمل ايه من الصبح. اول حاجة بنبدأ بيها اذكارنا، منساش الاذكار بتاعتنا، حصنك الحصين طول النهار، هتساعدك في اداء كل اعمالك وكل مهامك. الروتين المسائي بتاعنا بقى بيبدأ من بعد العصر كده، من اول ما بتبدأي تقولي اذكار المساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتصلي العصر بتاعك وبتبدأي تقولي أذكارك، طبعا زي ما قلتيها كده بعد الفجر بتقوليها على طول بعد العصر. وبنبدأ طبعا روتيننا المسائي. انت طبعا على العصر كده طبعا بتكوني خلصتي أكلك وغداكي وغديتي أولادك وغديتي زوجك، وخلاص بدأتي بقى تقعدي كده الساعة اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده، اللي هي من الساعة 5 كده ل6. بتبدأي تقعدي مع نفسك ساعة كده جميلة، تسترخي اعصابك، تسترخي، تستريحي من الشغل البيت اللي عملتيه، تقولي اذكارك، تقولي الورد بتاعك، تقرأي جزء من القرآن اللي انت مخصصه لنفسك. زي ما اتفقنا احنا بنقرأ 56 آية من سورة البقرة، ويا ريت نخليها ورد يومي، كل يوم نقرأ سورة البقرة بالطريقة دي جميلة. 56 آية مش هياخدوا منك ربع ساعة، بإتقان كده وبتأني بعد كل فرض، بحيث ان انت تكوني قرأتي سورة البقرة طول النهار. سورة البقرة جميلة، حصن للبيت كله، حصن للأولاد، وبتحقق كل الأمنيات. يعني بسم الله ما شاء الله، فيها كل حاجة، فيها الأدعية القرآنية، فيها الأوراد، فيها القصص الجميلة اللي ربنا اداها لنا عشان نتعظ منها. هي نفسها حرز، تمام، لا تستطيعها البطلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا كده. فدي خليها، يعني يا ريت تخليها كده كل يوم تقرأيها، خليها كده من أورادك. تستغنيش عنها، تقوليش دي كبيرة، دي تقيلة، دي طويلة، تقولوش كده. توكلي على الله، اعقدي النية، العزم، زي ما أنا قلت لكم. تقوليش على حاجة لا صعبة، لا مش هلحق، لا مش عايزاكم تصلي الفرائض بتاعكم بسرعة، لا نصليها بإتقان وبالراحة بهدوء، نؤدي الفريضة بتاعتنا بأذكارها، بالورد بتاعها، بال56 آية كده بعدها بتاع سورة البقرة. أول ما تلاقي نفسك دخلتي وتجهزتي بنيتك وعقدتي النية، كل ده هيتم معاكي بمنتهى السهولة، وهتقومي مبسوطة ونشيطة، وهتعملي فوق العمل اللي انت عايزة تعمليه بمراحل. تمام، خلصنا كده صلاة العصر بالأوراد بتاعته بالأذكار بتاعته. بدأنا نقول أذكار المساء بتاعتنا، قعدتي ساعة كده مع نفسك، خدتي قهوتك، خدتي فنجان الشاي بتاعك. بعد كده بتبدأي الروتين المسائي بقى. ايه هو الروتين المسائي ده يا أماني؟ هقول لكم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انا بالنسبه لي انا بشوف بقى ايه هو الروتين المسائي ده. انا خلصت بقى كل اللي ورايا وكل اشغالي، ما انا نفسي ليها عليا حق برضه، انا مش هفضل طول النهار والليل شغاله، لا طبعا. بدخل، لو انت مثلا عندك تطبيق على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الحاجات دي، بتخشي كده تتصفحي بسرعه، تشوفي اخبار، تشوفي قنوات انت متابعاها محترمه، قنوات ثقافيه، قنوات دينيه هتاخدي منها فايده. بتبشري مع احكام التجويد بتاعه القرآن مع حد برضو على اي تطبيق، تليجرام او واتساب او كده. ما دي برضو من الروتينات. ما هو الروتين بتاعي ده اللي هو ايه، اللي هو حاجتي انا بقى، ثقافتي انا.
خلاص بقى خلصت البيت وشغل البيت والاولاد، وخلصت اكلي وحاجتي، اشوف بقى ايه الهوايه اللي انا حباها. عندك هوايه هاند ميد، بتشتغلي كروشيه، بتشتغلي تريكو، بتفصلي، بتعملي حاجه لاولادك، اقعدي اشتغليها. انا بكلمك على حاجات متعدده، مش بكلمك على حاجه واحده ان انت تخشي السوشيال ميديا. لا، في ناس عندها السوشيال ميديا، ناس ما بتعرفش تشتغل هاند ميد مثلا. بتخلصي شغل حاجة لولادك لبنوتاتك، تقعدي تعملي تنجزي فيه شوية. خلاص وصلت العشاء، صلاة المغرب جت، هنصلي المغرب بتاعنا ونصلي السنة بتاعته، ركعتين كده صلاة الغفلة اللي بين المغرب والعشاء. قلتي برضو أذكارك وأورادك، هوب جاتلك صلاة العشاء صليتيها وخلصتيها، وجيتي خدتي كده الأذكار بتاعتها، وكملتي سورة البقرة بتاعتك على صلاة العشاء، تكون خلصانة بأمر الله. شوية كده قبل ما تنامي بقى تروحي داخلة على سورة الملك. لازم الحاجات دي يا جماعة، ده روتين. أنا عايزاكوا أسلوب حياة، أنا عايزة حياتك بالقرآن تبقى أسلوب حياة. تنسيش سورة الملك دي قبل ما تنامي، المنجية من عذاب القبر، الرسول قال فيها حديث عليه الصلاة والسلام. ويمكن دي السورة الوحيدة اللي الرسول أقر بها في حديث إن احنا نقرأها قبل ما ننام. تمام. فعايزاه ده يبقى روتينك المسائي بقى. خلصتي بقى تصفحاتك على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على اليوتيوب، على انستجرام، الحاجات اللي انت بتحبيها، مش هقولك لا، براحتك، ولكن بحدود. احنا مش هنمسك التليفون 10 ساعات. خلصتي الهوايات بتاعتك، لو كنت بتقري مثلا قريتي كتاب، لو كنت بتحفظي القرآن حفظتي لك صفحتين او حفظتي لك 3، لو كنت بتشتغلي حاجة لولادك بنوتاتك او اولادك خلصتيها واشتغلتي فيها شوية. تمام كده. كده خلاص انت داخلة خلاص بقى على بعد صلاة العشاء. شوفي انت بتحبي تقعدي لقد ايه، اللي بتحبي تقعدي مثلا لواحدة ل12. بس احنا قلنا ونبهنا ان احنا ما نسهرش، عشان السهر دوت هيضيع علينا حاجات كتير. اول حاجة هيضيع علينا صلاة الفجر، دي اول حاجة هتضيع منك. تمام. قبل بقى ما بتنامي لازم تسيبي التليفون. لو انت مسكتي التليفون بقى بتاعك بقى من بعد العشاء كده وتصفحتي وي وي وي، دخلتي هنا ودخلتي هنا ودخلتي هنا، قبل النوم لازم التليفون يتساب ساعتين، ساعتين 2. تكوني سايبة التليفون بتاعك، تفصلي الكهرومغناطيسيات والحاجات والذبذبات دي كلها تكون ثابتك خالص، وتبدأي بقى تقعدي تجهزي للنوم. انتي طبعا هتشوفي اولادك وشفتي بيتك وشفتي حاجتك. روتينك المسائي بقى زي الصباحي بالظبط، تلفي لفتك في الشقه يا قطه. مش سبتي بقى التليفون وخلصتي وبس هروح انام بقى، لا، شوفي مطبخك، اي طبق اي حاجه في الحوض يتعمل. تشوفي البيت، السفره عليها شواحن، عليها كتب، عليها اوراق، عليها تشيلي تشيلي تشيلي. طبعا ده كله بتشركي معاه برضو ولادك برضو بنات او اولاد، يشوفوا يشيكوا على الاوضه بتاعتهم، لبس واقع على الارض، لبس مش متعلق، كتب متبحتره، كله يلم وينظم مكتبه وينظم اوضته، والارض ما يبقاش فيها حاجه، وتخلي البيت جميل وهادي. ده اخر روتينك قبل ما تنامي. ده هيأثر عليكي تاني يوم لما تيجي تصحي بأمر الله تاني يوم عشان تشوفي بيتك، هتلاقي بيتك هادي. حتى لو انت وراكي شغل هيبقى الشغل خفيف عليكي، تخلص شغل بيتك بسرعة، مفيش حاجات مكركبة كتير، هوب دخلتي عملتي أكل خلصتي، اليوم بقى فيه بركة ومتسع معاكي، تقدري تنجزي فيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي. ده روتيننا المسائي، يعني كلها حاجات مركبة على بعضها. روتينك المسائي هيريحك في روتينك الصباحي. تمام. يا ريت كلنا ان شاء الله ننظم وقتنا. الوقت ده يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيه، يعني سوره العصر والضحى، الحاجات دي، الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيه، ووقت مقدس لينا، وبالتالي ما نضيعش اي لحظه منه غير واحنا مستفيدين بيها لينا ولاولادنا ولحياتنا الدنيويه والاخرويه ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون أفادكم النهاردة، ويكون اداكم طاقة إيجابية، ونكون نهتم بكل روتيناتنا الصباحية والمسائية، وقبلهم الروحية والدينية. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. أحلى بنوتات وأحلى ستات. والفيديو ده خصوصا للبنوتات الحلوين اللي لسه متجوزين وعندهم تشويش كده ازاي يمشوا البيت وازاي ينظفوا وازاي يروقوا. برضو لو بدأتي حياتك كده وخليتي أسلوب حياتك القرآن، الأوراد، الأذكار، إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعينك. تمام.
يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد تحفيزي. متنسوش بقى في اللايك الحلو بتاعكم وشير للفيديو لعل اي حد يستفيد. الدل على الخير كفاعله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد حبايب قلبي. يلا السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله.